حبايب مطبخ هالة، وحشتوني. عاملين ايه؟ النهارده بقى كده هلخص لكم اكله كده في حله واحده كلها. عشان ايه؟ احنا ايه، رجلنا وجعان. عندك الفراخ حلوه، عندك لحمه جميله، بس اهم حاجه تكون شرايح. انا كان عندي فراخ، شلت بقى الحتتين اللي انتوا شايفينهم اللي عند الكتف دول، وطلعتها من الفريزر وقطعت فيها وهي مجمده شويه. وهقول لكم دلوقتي هنعمله بها ايه. هنقطعها كده يا حبيبه قلبي زي ما انت شايفاني كده، شرايح تكون سميكة، عشان نحس بطعمها واحنا بناكل. احنا مش هنعمل بانيه، ولا هنعمل حاجات من اللي في دماغكم. احنا هنحطوها في الحلة واحنا بنعمله. دلوقتي قطعتها شرايح سميكة زي ما انت عارفة. على فكرة كل الحاجات دي بتنغسل تاني، يعني احنا بنقطع مع بعضنا كده وباخدها على طول ونغسلها غسلة ايه من اللي قلبك يحبها. بس بنصحك تقطعيها وهي سميكة شوية، وهي لسه مجمدة شوية، معلش. ليه؟ لان هتريحك وتطلع معاكي شرايح. عندك لحمة مفيش اي مانع، هتكون برضو جميلة وحلوة، بس تقطعها شرايح كده ايه عشان تطيب معاكي وتبقى جميلة. انا بقطعها كده يا حبيبة قلبي زي ما انت شايفاني، بس بسرع الفيديو عشان الوقت. احنا كده ايه، ستات بيوت وعارفين ان الحاجات ديت بتاخد وقت شوية. هنا العظمة دي برضو هشيلها معاكم دلوقتي وهتشوف. هنا خلصت كل الكمية وخدتها غسلتها غسلة بسم الله ما شاء الله. هنجيب طاسة يا حبيبة قلبي ونحط فيها حبة زيت، مش كتير قوي عشان الزيت ده احنا ايه، مش هنستعمله تاني. وحطيت فيه الفراخ تاخد صدمة. عايزين تحمروها برضو كتير دي براحتكم، بس انا بديها كده صدمة علشان تكون معانا في الوصفة. شكلها حلو كده، وتكون برضو ريحتها جميلة. اديتها صدمة كده يا حبيبة قلبي في الزيت زي ما انت شايفاني، وخدت لون، وخلصت كل الكمية ورجعت لكم يا حبيبة قلبي. كده معانا هي خدت صدمة، انا ما سويتهاش، احنا لسه هنسووها في الحلة واحنا بنعمل الاكل. جبت بقى حضرت بقى يا حبيبة قلبي متطلبات المحشي. دي الخضرة دي بسم الله ما شاء الله. بصل متقطع مكعبات صغيرة، وفلفل وقرن شطة، وربطة خضرة. انا بحب اخلي المحشي خضرته كتير. انت بقى براحتك، عايزه بخضرته شويه، بس كل ما تقولي خضرته بقى كتير بيبقى حلو. كده كنت مسبكه الطماطم كده يا حبيبتي زي كيلو طماطم او اكتر حسب الكميه اللي انت هتعمليها، وتسبكيها حلو كده جامد، وتجيبيها بشويه زيت صغيرين، ما تكتريش سمنه وادام وزيت والحاجات دي. وقطعت الكرومبه كده زي حبيبتي قطع كده زي ما انت شايفاني، كلنا بنعرف نعمل الحاجات دي. وانا تخطيتها لان عارفه ان انتوا حبايب قلبي شاطرين وبتعملوا. هنا بقى كنت جبت بقى الورق ده وفرشته في قعر الحلة عشان هنحضر الحلة اللي احنا هنعمل فيها. جبت كيلو رز وغسلته، وده حسب الكمية بتاعتكم. هنا حسيت ان الخضرة كتير شوية فقللتها. ونزلت كده يا حبيبة قلبي بالطماطم على الخضرة على الرز، وفضلت اقلب فيهم زي ما انت شايفاني كده علشان. وحطيت بهارات، كمون، فلفل اسمر، بهارات محشي، كل ده على مع بعضه. وقلبت كده يا حبيبة قلبي زي ما انت شايفاني كده. وبسم الله ما شاء الله كانت الحاجة كده زي الفل، وريحتها بص كده تتاكل وهي نية. تعرفين حبيبتكم هالة يعني حاجة كده على قد ايدينا. هاتي بقى الحاجة على الصينية وتعالى عشان نقعد، لان احنا رجلينا طبعا كلنا وجعان. فحطت الحاجة على الصينية كلها كده ونزلت بيها ايه، هنقعد على الارض ونحشي مع بعضنا يا حبيبة قلبي. خدتها وقلت ايه، انزل احشي وانا قاعده واتكلم معاكم. ما تنسوش تصلوا على الرسول وتعملوا لي لايك واشتراك وتقولوا لي ايه رايكم في القناه، لان انا بحبكم في الله والله. ويا ريت تشجعوني وتعملوا لايك وتشتركوا معايا، هتشوفوا معايا كل جديد. هنا بقى ايه، هنحشي لحد كده. كل يعني هنجيب الحله كده ونفرشها زي ما انتم شايفين بالورق بتاع المحشي كده عشان ما يلزقش مننا. نحشي لحد ما نوصل قبل يعني بعد قبل النص بشويه زي ما انت شايفاني بعمل كده يا حبيبه قلبي. هنا احنا لسه محطناش شرايح الفراخ. جبتها بقى هنا اهي. انا عملت كل قبل نصها ليه؟ لان احنا كلنا عارفين ان المحشي كله مش هيتاكل، فبسهل عشان اللحمه تكون فوق وتنزل معانا واحنا بننزل المحشي. هنا حشيت قبل النص بشويه،
وعملت رق من شرايح الفراخ، بس خلوها سميكة شوية، ما تخلوهاش يا حبيبة قلبي ما تخلوهاش كده ايه رهيفة. لو انت عندك شرايح بانيه جميلة هتحط مثلا، لو انت حسب المقدرة بتاعتك، انا بعمل حاجة على قد ايدي. لو انت عندك شرايح بانيه وعايزة تعملي رقين مع صوابع محشي ورق شرايح فراخ زي البانيه، يبقى جميل. عندك شرايح لحمة تخرها فيها برضو تدوها صدمة، وتعملوا زي ما انا قايله، زي ما انا بوريكي كده. هنا كانت الكمية بسم الله ما شاء الله كتير. عملت رق كمان من المحشي، وهحط كمان، وهحط الكمية التانية دلوقتي معانا هتشوفيها دلوقتي. حطيت بقى، انا ما سبتش حاجة بصراحة من الفرخة، كله خدته قطع صغيرة قطع كبيرة، شرايح الحتة اللي في العظمة كلها عملتها اديتها صدمة وجبتها معانا، لان حاجة غالية وخسارة نرميها يا حبيبة قلبي. بحبكم في الله والله، يا ريت يا حبيبة قلبي تقولي لي رأيك في الكومنتات، ولو عايزة اي حاجة انا برد عليها، ولو انت في ساعتها والله لو شفتها برد عليها في ساعتها، لان فعلا بحبكم بالله. ايه رأيك مسكت بقى طول ما انت شغاله يا حبيبتي بقى كده، صلي على الرسول، اذكري الله، والله الاكل بيبقى زي الفل طول ما احنا بنذكر الله، وتسبحي كده وتقولي استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. وانتوا بتعملي المحشي ده فرصه انك تستغفري وتصلي على النبي، وتاخدي حسنات الدنيا والآخرة، لأن بيبقى وقت احنا بنحشو فيه وقت طويل. كل ده استغفري الله واذكري الله. خلصت كده يا حبيبة قلبي حلة المحشي معايا كده، هنزودها ايه؟ احنا بقى ما عملناش شوربة. عندك شوربة يا حبيبة قلبي في التلاجة من البارح؟ يبقى خير وبركة، اغلي الشوربة وزودي فيها وحط معاها مكعبين مرقة. ما عندك الشوربة اعملي زي ما انا عندي شوربة، بس برضه حبيت اعمل معاكم عشان تشوفوا انا عملت ايه. جبت كوباية مية كبيرة، وحطيت فيها يا حبيبة قلبي طماطماية وبصلاية وقرن فلفل، ورق رولي لوري، ومكعبين مرقة دجاج، ونص معلقة ملح صغيرة، وفلفل اسمر وكمون. واديتهم كده يا حبيبة قلبي 3 4 غلوات على النار، بقوا احلى شوربة ممكن تزودي بها المحشي. ومسكتها بقى سبتهم كده يغلوا شوية مع نفسهم يا حبيبة قلبي، وهنا كانت غلت خلاص وبقت تمام بسم الله ما شاء الله. خدتها بقى ايه، ركنتها على جنب، وهنجيب يا حبيبة قلبي، هي كده بقت معانا احلى شوربة اهو. انتوا شايفين الوضع، شايفين الحاجات بعينيكم. جبنا بقى يا حبيبة قلبي حلة المحشي بتاعتنا الجميلة، وهنزودها بقى من الشوربة اللي احنا عملناها. هننزل بها يا حبيبة قلبي كده كلها حسب ما تاخد معاكي. برضو خلي بالك، طبعا انا كان عندي شوربة فقلت نشربه بيها احسن، لان الاولاد بيحبوا الشوربة. زودت منها حبة كمان لانه كان محتاج. ومسكت كده يا حبيبة قلبي، هنا كان المحشي بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، طاب وريحته كانت جايبة اخر الشارع. الله اكبر بسم الله ما شاء الله. انتوا شايفين الحاجه بعينيكم. بحبكم في الله، يا ريت تشجعوني وتقولي لي رايكم في القناه. بسم الله ما شاء الله، ادي المحشي كان طاب واستوى كده، كنت حاسه انه لسه عايز ياخد كمان سيكه كده، سيبته على النار. وجيت بقى شلت الطماطم والحاجات اللي انا كنت حطاها مع الشوربه دي، انا مرضتش اشيلها برضو، الحاجات دي كلها بتدي طعم يا حبيبه قلبي. مسكتها بقى يا حبيبة قلبي كده، مسكت الحلة هزيتها كده قبل ما تغرفي، تهزيها كده بقماشة وتنزلي بقى بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. كانت حاجة روعة، ريحتها جايبة آخر الشارع بجد. حتى الأولاد ما كانوا عمالين يقولوا يلا يا ماما، كانوا بياكلوا منه، وانا كنت بديهم كده وانا بغرف، كان طعمها في منتهى الجمال. وبالهنا والشفا يا حبيبة قلبي، ويا رب كل وصفاتي تعجبكم. شايفين بص بقى اللحمة نزلت معاكي في الأول اهي، عشان مش هتغلبك ولا حاجة. شايفة نفس اللون اللي احنا حمرنا بيه، لو انت عايزة تخليها باللون ده حمريها كلها باللون ده. ومش عايزة اقولك دايبة دايبة كده، والصدور بسم الله، مش حتى الأطفال ما كانوش بيحبوها، بيحبوها بسم الله ما شاء الله. واديك شيء وانتوا شايفين بقى الحاجة عاملة ازاي. ويا رب يا رب يكون الوصفات بتعجبكم، وبالهنا والشفا يا حبيبة قلبي. ويا ريت تقولوا لي رأيكم في القناة، والسلام عليكم ورحمة